شكرا للزميل العزيز خالد كامل التعليق على احداث الشوط الثاني الذي لا يختلف كثيرا عن الشوط الاول في هذه المباراه، الانتاج والداخليه. معنا من ملعب المباراه الزميل العزيز احمد المصري مع الكابتن ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخليه. بجد لك تحيه مره اخرى الزميل تامر صقر وضيوفك الكرام، مشاهدينا ومشاهدينا سبورت في كل مكان. بجد لكم تحيه مره اخرى بعد انتهاء المباراه بين فريق الانتاج الحربي وفريق الداخليه بلا اهداف لكل منهما، وبنسعد مشاهدينا في هذه اللحظات ان يكون معنا الكابتن ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخليه. فبنرحب بيك، اقول لك هارد لك ولا اقول لك الف مبروك؟ بمسي على كابتن تامر طبعا وضيوفه في حلقه النهارده لا انا بالنسبه لي يتقال لي هارد لك، يعني انا مش تقليلا من فرقه الانتاج او ان احنا يعني كنا متسيدين، لكن لا انا مشكلتي التوفيق. انا برجع كل الكلام ده التركيز. لا يعني انا شايف ان بنيامين مهاجم خطر ومهاجم كويس وسريع واكتف قوي، لكن حته النهايات بتاعته هي دي المشكله شويه اللي عنده، اللي احنا بنشتغل عليها الفتره اللي فاتت دي كلها. الكره دي لو مع اي فرقه تانية حتى لو في الانتاج كان ممكن صلاح يخلصها او عمر يخلصها او حد يخلصها او وليد حتى يخلصها، لكن احنا ما اعرفش بيصادفنا سوء حظ. انا بعتبره سوء حظ رهيب. ما اعرفش احنا بنوصل وبنشتغل وبنلعب على الاتاك يعني شغالين كويس، لكن مش عارف النهايات بتاعتنا مش كويسه، مع ان احنا شغالين طول الفتره اللي فاتت دي على الحته دي. ده مصري، لكن برجع اقول انا شايف ان احنا يعني الماتش النهارده غير مرضيه ليك؟ طبعا بالنسبه لي غير مرضيه تماما. زي ما بقول لك مش كلامي تقليل من فريق الانتاج اطلاقا، لكن انا كنت جاي بلعب على 3 بونت وما بلعبش على بونت. ولكن نفسيا بعد مباراه النادي الاهلي والفريق كان خارج بخساره منها، النهارده اللاعبين تقدر تعوض على ملعب الانتاج، ما كانتش النهارده جيده للفريق الداخليه؟ هي كويسه طبعا. انا طماع شويه. انا بامانه الله انا طماع. انا جاي بلعب على 3 بونت مش جاي بلعب على بونت. وكانت ممكن ربنا يكرمني بالكره الاخرانيه ديت، وكانت في كره ثانيه لاسلام عبد النعيم، وكانت في كره ثانيه لكريم. لكن بقول لك التوفيق وعدم التوفيق في كور كتيره جدا لمصري بتلطش كده وبتخدم لك وخلاص بتطلع ب 3 بونت. الكره دي في الدقيقه 93 ولا الدقيقه 92 كانت خلاص الدنيا مش محتاجه قوه، لو حطها هتروح في اي حته. لكن برضو التوفيق وعدم التوفيق الفرقه انا شايف انها يعني نظرا لانها بتتكون من عناصر موجوده ولعبت قبل كده، لكن مش بتتكون من لعيبه جديده. بتتكون حته الانسجام وحته الالفه اللي بين اللعيبه بينهم وبين بعضهم في خلال الفتره ديت. لو زادت شويه ان شاء الله هيبقى ده شكله يبقى احسن كده كمان ان شاء الله الرحمن باذن الله. مصري انا بشكر حضرتك واتمنى لك دايما كل التوفيق كابتن ضياء. شكرا جزيلا مصر، ربنا يخليك. شكرا يا مصر. شكرا مشاهدينا، والان عوده سريعه مره اخرى لاستاد النيل والزميل تامر صقر. شكرا للزميل العزيز احمد المصري وكابتن ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخليه. والتعادل السلبي بدون اهداف، كابتن ضياء كان بيقول ان هو الاحق للفوز في هذه المباراه. هو الشوط الثاني احسن، يعني هو الشوط الثاني بالنسبه للداخليه احسن من مستوى، لكن برضه مش هو ده مستوى الداخليه. يعني هو يعني ايه، الواحد لما بيبقى يلاقي حاجه وحشه لا احسن فبيمسك فيها. هو احسن الشوط الثاني، يعني اداء الفرقه احسن، لكن مش هو ده المستوى بتاع الداخليه. التغييرات مقنعه؟ التغييرات ما عندوش غيرها، بس هو في وسط الحديث بيقول النهايات بتاعه بنيامين مش كويسه. دورك انت كابتن ضياء تشتغل على هذا العيب اللي موجود في الاداء. هو لعيب كويس وعنده تقصير في حاجه معينه، انت كدورك كمدير فني اللي انت تشتغل وتحط بصمتك على العيب بتاع اللعيب ده. ادام هو لعيب كويس يبقى لازم كابتن ضياء اشتغل بفكرك انت، شخصيتك انت في الملعب، اشتغل بفكرك، ما تاثرش بحد. لان المدرب لابد من ان يكون ليه بصمه على اداء اللاعب. مش هجيب لاعب جاهز واقول له ده يعني انا مش ما بجيبش جوان، علمه يجيب جوان. ادام لعيبه عندك ومقيد عندك يبقى انت مقتنع بيه. صح. اي تقصير لازم انت يبقى ليك دور في تطور هذا اللاعب. نعم. كابتن ايمن، كابتن شوقي غريب لعب بأمد إكري كظهير ايسر، لعب في نجاح كظهير ايمن. يعني الانتاج الحربي غير كله في شوط ثاني. لا انت بتغير في اللعيبه وما بتغيرش في طريقه اللعب. يعني بتغير في اللعيبه لمجرد التغيير. يعني انت رحت منزل فادي نجاح بدل محمد سوسته في نص الملعب، ورحت ملاعب فادي باك رايت، وجبت سوسته يلعب في نص الملعب جنب الشاب. فانت ما عملتش شايشه معلش، ورحت جايب شايشه هتلعبه في نص الملعب، فانت ما عملتش جديد. الاسوأ من كده بقى معلش ان انت اومودو كده ده كان بيلعب فيرود في الاتحاد، وكان سريع جدا، الراجل عنده مميزات، وكان من اللعيبه المميزين من حوالي سنتين لو تفتكر. صحيح. الفراوده ده السرعه جدا. فان انت تلعبه باك ليفت في طريقه 5 اللي انت بتلعب بيها، فيعني دي من المساوئ اللي في المباراه بصراحه. لكن عندي التغييرات هنا وهنا يعني ما فيهاش جديد، ما افادتش خالص، ما افادتش. بل بالعكس زي ما قلت لك كابتن شوقي بيغير لمجرد التغيير، بتغير باك رايت بباك رايت
عادي جدا، ما بتغيرش في طريقه، هو 5-3-2 ثابته او 5 بتلعب 5-4-1 ما فيهاش جديد. الناحيه الثانيه كابتن ضياء برضو لما جه يغير حتى راح مغير اجوجو اللي هو المفروض ان هو بيشكل خطوره مع بنيامين. انت لو كنت هتغير وعايز تعمل اكتف في الفرقه او تغير في حاله الفرقه كنت غيرت احمد سمير فرج وسبت اجوجو وسبت بنيامين ولعبت بوبا عشان يبقى عندك هجوم وعندك كثافه هجوميه تقدر صحيح. تكسب بيها عشان تاخد المباراه. نعم. لكن يعني لا جديد في الشوط الثاني يعني. اذا نغلق ملف هذه المباراه ونفتح ملف مباراه اخرى، المباراه الاخيره في هذا اليوم الثاني من الاسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز، مباراه النصر للتعدين والمقاولون بعد هذا الفاصل.